السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد اوقاتكم اهلي واخواتي. مع الاسف انه خبرنا الان هو خبر محزن، حادثة جديدة، طعن شاب سوري في ولاية غازي عنتاب. خليكم معنا لنشوف التفاصيل وليش تم طعنه. اقدم شبان اتراك على طعن شاب سوري بسكين اثر مشاجرة في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا. وقال مراسل تلفزيون سوريا بأن الشبان استهدفوا الشاب السوري بطعنتين، إحداهما أسفل القلب والثانية في القدم، وذلك خلال مشاجرة حول تبادل قطعة ملابس. وأضاف أن الحادثة وقعت فجر يوم الأحد في حي كرطاش قرب البيت الشامي، حيث بدأت الشرطة بالتحقيق وتفحص كاميرات المراقبة الموجودة في المكان. ونقل مراسل تلفزيون سوريا عن مقربين من الشاب السوري حسام ديمير أنه نقل إلى العناية المشددة في مشفى شهير بمدينة غازي عنتاب، وأنه أجرى عملية وحالته الصحية الآن مستقرة. نتمنى الشفاء العاجل للشاب، حسبي الله ونعم الوكيل. الحوادث تكررت، الله يحمي السوريين في جميع أنحاء العالم. الجدير بالذكر بأنه بوقت سابق بولاية غازي عنتاب تعرض طفل سوري يبلغ من العمر 14 عام يوم الثلاثاء الماضي لاعتداء جسدي مروع من قبل عائلة تركية، وذلك على أثر جدال وقع بين الطفل وأولاد العائلة في إحدى مدارس ولاية غازي عنتاب، في حين أعلن مكتب والي عنتاب على القبض على 2 من الجنات، وحاليا الطفل في المشفى. نتمنى الشفاء العاجل للشاب حسام، والشفاء العاجل أيضا للطفل أحمد زينب البالغ من العمر 14 عام. الله يحميكم أخواتي، تحياتي واحترامي للجميع. انتظرونا بالفيديوهات القادمة، بترككم الآن بأمان الله.